الزمالك فهذه الأثناء يواصل الاستعداد لمباراة الداخلية والمقرر لها يوم الأحد القادم ضمن منافسات الأسبوع 31 من عمر مسابقة الدور العام عبد الله السعيد. بعض التدريبات الاستشفائية والتأهيلية على هامش مران الزمالك اليوم الجمعة، وذلك من أجل الإجهاد العضلي الذي يشعر به اللاعب في الفترة الأخيرة في ظل اعتماد جوميز عليه بشكل محوري، حيث قام السعيد بالجري حول ملعب تدريبات الزمالك بناء على تعليمات الجهاز الطبي والمعد البدني في نادي الزمالك. عبد الله السعيد ليس الوحيد الذي قامت الأجهزة الطبية في نادي الزمالك بإعداد برنامجا تدريبيا خاصا له، حيث تم عمل شيء مشابه لسيف فاروق جعفر، إذ يعاني سيف جعفر من شد في العضلة الخلفية، الأمر الذي استوجب تدريبات من نوع خاص للتعافي من الشد بشكل تام قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي، كل ذلك بإشراف مخصوص